سمعت بالمصطلح الخيانة العظمى. الخيانة العظمى أن تخون عقيدة الأمة. الخيانة الثانية خيانة الأمراء والرؤساء. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش الله إلا حرم الله عليه الجنة. ألا ولا غدر أعظم من غدر أمير عامة. ومن تلك الخيانات إنه يعين أقرباؤه، وفي الناس من هو أكفأ. لذلك جاء في الأثر من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نمرة 3 الخيانة في الأعراض، أن تخون جارك في عرضه، أن تخون صحبك في أخته. ثم خيانة العهود والمواثيق، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وسادسا خيانة المجالس والعلاقات والصداقات. وأعني بذلك ناس يحكوا لك في مجلس كلام ويأمنوك على أساس تمشي تحكيه للناس. يا أخي رسول الله قال من التفت يمنة ويسرة وحدثك فقد ائتمنك. هذه أمانة بجد. لو ما قال لك سر كان نقلته انت خنته. طيب الدواء والعلاج كما مرض دماء الانفلونزا نعالجها كيف؟ أولا الخوف من الله وتذكر القيامة وتذكر الوقوف بين يدي الله تعالى. ألا لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له على قدر غدره. 2 لا تخن ولا تغدر لا في الصغير ولا في الكبير. نمرة 3 اعلم أن الخيانة لا مبرر لها مهما كان. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لو خانك زول مدخون. نمرة 4 قاطعوا الخائنين واسجروهم واردعوهم ولا تجاملوهم. ونمرة 5 من عرف حقيقة الدنيا لم يخن في شيء منها.